اليوم حضرموت تستباح، خوف، رعب، سلب، نهب. قيادات النخبة يتم تصفيتهم، تصفيات الآن تنفذ في حضرموت، والإعلام متكتم. قايد لواء في النخبة، ده اللي ذكرت لكم قبل. البارح العصر جوله مسلحين ملثمين خطفوه من مكلي وذبوبه في جهة مجهولة. قايد لواء في النخبة خطفوه من الحي في المكلي، من قلب المكلي، مسلحين ملثمين. حد يقول تبع بن حبريش، وحد يقول تبع سالم الناقة، وحد يقول قاعدة، وحد يقول ما حد داري. لحد اللحظة ماشي خبر منه. خلاص المسؤولين اصبحوا ما يندرون بيوتهم اللي في النخبة، الضباط اصبحوا ما يندرون من بيوتهم. ده تحرير ذا يا سالم الناقة. طلع لك قال لك طوينا صفحة ميليشيات عايد روس وعدنا الامن لحضرموت. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك والله يا وادي حضرموت. شهر دخلتها القوات الجنوبية انه كان اروع شهر. سألوا الناس، سألوا الناس اللي عايشوا الشهر هذه، امن وامان، امن وامان. قعد لهم مختار النوبي هناك في الخشعة، قال والله لو يحدث أي شيء داخل حضرموت والله ما حد خرج، هذه البوابة بقفلها وعلجها قفلها عهرها. يجونك بالمارب بالمهايطة ذولا، جوك في جاصات يوم ثنتين متصلحة ما بهلا معنا مريض وبغانا المكلا وبنحط عندكم رهن وسرحنا ما نحطه احنا قبايل. قال له قبولتك هذه خلاها هناك في مارب، هناك من الوهد حجمنا هناك. قال له في مارب خليه. طرح البندق وطرح كله صار خلاهم يدخلون مسربلين ونسوانهم عينه من قدامهم رجال، رجال وحطوها كتوها هناك في الوهد، كتوها كله ودخلهم سربله. والله انها حرمته عينه. امن وقعلم هيبه، وقعت هيبه. امس داخلين لك في 50 شخص، 50 استباحوا وادي حضرموت كله وفكوا مساجين بالقوه، بالقوه. ليه؟ لان البلاد الحين يقول لك العصابات حقهم قد دخلت احتلت البلاد، احتلوا حتى منابع النفط في الضبه وفي الهضبه، مسقط راس عمر وساكت عليهم، واحتلوا الوادي والساحل وكل شيء. واللمن في الساحل طيروه كله، جابوا مسؤولين جداد وطيروا الاستخبارات وطيروا النخبة وطيروا، ما عاد خلوش المعسكرات حملوها مارب كله السلاح. الحين يوم دخلوا امس 50 شخص، تدرون ليه دخلت 50 شخص؟ لانهم عارفين قوم خديجة قدامهم. قوم خديجة حضرموت لا شرقية ولا غربية، هو ذي نهايتي. 50 امس شخص دخلت مسلحين، كل اقل شخص فيها 5 في السطحة في الصندوق، يمكن ما حد يفهم كلمة سطحة في الصندوق. 5 اقل شيء واثنين قدام، يعني 7. ضربوه 7 في 50 كم مسلحة وعدوا نقاط رف. ليه؟ لأن قدامهم قوم خديجة وقال لك احنا اعطونا حضرموت، ما احنا انتم بتحمون حضرموت، انتم بتحمون حضرموت. انا ما نقص في احد، انا اتكلم بالحقيقة، الحقيقة تزعل. لا قمتوا وقعتوا رجال والله بنشجع فيكم بنوقف معكم، لكن قبول ها الباب قدامكم، الميدان يا حمدان. الحين انا ما دافع لا احنا لا على الامارات، ما الانتقال ندافع عنه للنهايه، لكن الامارات برضه احنا نقول كلمه حق ونشكرها ولا بننسى جميله. قدمت لنا خلاص، اختلفت هي السعوديه نهاجمها؟ لا ما بنهاجمها. والسعوديه الفتره اللي مضت مواقفها سلبيه جنوبا، اخرها وادي حضرموت، اخرها وادي حضرموت. من المفترض عندما حرر وادي حضرموت تقول السعوديه الجنوبيين خذوا لكم اداره ذاتيه في الجنوب، مشوا اموركم. وهي قايده تحالف تبقى
هذا خطأ، هذا خطأ مهما كانت المبررات، هذا خطأ كبير اللي قامت بالسعودية، خطأ كبير. ما في هنا تحصل جنوبي شال عداوة للسعودية أبدا. حتى المظاهرات اللي خرجت ربما هناك أشخاص معدودين يعني حق حالة غضب أساءوا للسعودية، لكن أكثر الناس ما يبغون يسيئون للسعودية أبدا، ما يبغون يسيئون للسعودية. أنا كنت في ساحة العروض فيها مئات الآلاف كانت، يمكن أشخاص هناك حق حالة غضب أساءوا للسعودية، لكن الناس ما تبغى مشاكل مع السعودية، ما يبغون مشاكل ليه، ما أساءوا ليه. لو كانوا يبغون الإساءة كان هتف مئات الآلاف وأساءوا له، ولا كانت جهوا إلى المعاشيق القوات الموجودة وخرجوها برا. ما ناس ما تبغى المشاكل مع السعودية. دل الإعلامي يحف السعودية، يقول ما كذي، يقول ما كذي، يبغى بينفذ أجنداته ويعتقد ان عاده فيرجع ما يحكم. الإعلامي هذا مجرم، هذا قاتل. على كل حال أنا دخلت في هذا البث بسم الله، شفت البعض أنا حوشوبي هذول اللي كانوا يستلمون من الانتقالي القم كبيرة، فجأة قدوم يهاجمون الانتقالي، يهاجمون الإمارات. عيب عليكم، استحوا على أنفسكم، طبلوا مع السعودية. وإحنا لا جات السعودية لو عملت ولقت خير وكانت الأمور طيبة وهو كلنا بنشجعه، كلنا بنيدي، رغم اني انا اشوف ان هذا الحوار اللي حدث ما بيجيب شي جنوب، الكتاب باين من عنوانه، لكن نعمل خير، منتظرين. لو احسنوا بنقول احسنتم، وان ولعت الكهرباء وتحسنت الصحة وتحسن الصرف والامور طيبة بنقول شكرا سلمان، ما عندنا مشكلة، احنا ما لنا عداوة مع احد. اما يعني اذا في خلاف سعودي اماراتي لازم نهاجم الامارات ارضاء للسعودية، مستحيل هذا. احنا ما ننكر المعروف، وما قدمت الامارات ما بننساه، لا اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة وما حين. ما قدمت الامارات ما بننساه ابدا، قدمت ما لم يقدمها احد. على اقل تقدير خرجت العصابات السعودية رجعتهم الحضرموت. احنا دعينا بالسعودية تحل المصيبة ذي اللي حلتها علينا، خرج العصابات ذي من حضرموت ذي اللي جابوها لي. هذه عصابات، هذه ما يجيش، هذه عصابات. اليوم حضرموت خاف والله مني عاد بيسكن في حضرموت، انا جالس في عدن شوي، يرسلون لي رسائل يهددون. هم ذول مني جابهم، جابتهم السعودية ورشاد العليمي. رشاد العليمي عدو، السعودية ما نقول عدو، ما نقول احنا ما عاديناها. شلي العصابات هذه خرجيها، يا ما نبغاهم في ارضنا، ما نبغاهم في ارضنا. هذول مجرمين، الواحد يسوي له لحيه لماني وهم مجرمين. لو كانوا ما هم مجرمين دخلتوا حضرموت، ايش رايكم تطردون جنود النخبه وقيادات الانتقالي في بيوتهم تخطفونهم؟ خلاص عفوا عام وعفى الله عما سلف اذا كان هناك اخطاء. لا، رايحين ينتقمون. انا يرسلون لي رسائل، والله العظيم يرسلون لي. انا جلست في سيول عامليني يرسلون لي رسائل، اطلع بث يعلقون. انا ضباط بعضهم في المنطقه الاولى، انا عرفت يرسلون لي انت اول واحد بتهرب. قلت انا عناد لهم والله ما اهرب، وجلست. وانا رغم اني ما انا مقاتل، انا انسان بسيط، جلست في سيول. وجاءت اوامر بالانسحاب، وانسحبوا قيادات الانتقالي من القصر، وانسحبوا القوات، انسحبت من الغرب وبيتت سيمون. الساعه كانت 2 لا 1:30 بالليل. كانت من عند القصر إلى القصر الكثيري، يعني قصر سيمون، إلى القصر الرئاسي، كانت الشوارع ذيك متروسة جيوش. منين جات؟ بعدين سألتهم قالوا احنا انسحبنا من الغرب. قلنا تمام. وكانت الطيارات فوقي. وبعدين دخلت الناس بينهبون في القصر، وجاتهم كتيبة من اللواء الرابع دعم واسناد وخرجتهم من القصر، وأنا عندهم موجود. بعد ما خرجوهم لقيت البث المباشر أنا والجنود، قلت القصر ما سقط. بعدين جاءت أوامر بالانسحاب من سيوون، ولا تكون هناك مواجهة في سيوون، لأن البيوت طينية فيها تضرر المواطنين. بالرغم أني أنا قلت لهم لا تنسحبون، خذوها حرب شوارع. بس الرئيس ما طاع. أنا قلت لهم خذوها، والله قلت لهم. ودخلت وقلت العلي الكثيري وعاد حي ملا ثوبه، وقلت لهم عبد الملك الزبير